السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم سهل ورخيص وبنين. باش توصلوا كاع الوصفات ديالي ما تنساوش الاشتراك في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا فطيره من شمال اسباني بالطون. غنحتاجوا العجينه 300 غرام ديال الدقيق، نص كاس تاع الحليب، نص كاس ديال الزيت، انا استعملت زيت الزيتون، واحد البيضه غنديروا نصها للعجين ونصها باش غادي ندهنوها من الفوق، واحد معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الخميره. ندوزوا للعجين. دابا درنا الدقيق، غادي نزيدو عليه الخميره ونزيدو الحليب، غادي نزيدو نص هذيك البيضه مخفوقه ماشي كامله صافي، ونخليو شويه باش ندهنوها من الفوق. نديرو الزيت والخميره، الملح عفوا الملح، وغادي نديروها تعجن. الا بانت لينا خاصه شويه ديال الماء نزيدوها شويه الماء دافي. بسم الله. العجينه ديالنا من بعد ما تعجنات دابا غادي نغطيوها وغادي نخليوها ترتاح واحد شويه على ما نصايبو حنايا الحشوه. دابا غادي ندوزو لتحضير الحشوه. غادي نحتاجو نص بصله مشلضه، واحد نص فلفله حمراء مشلضه، واحد فلفله خضراء، واحد البيضه مسلوقه حتى هي مقطعه طريفات صغار. غناخذوا لاصوص طوماط او مطيشه محكوكه، الطون، الملح والابزار. دابا سخنات الزيت غادي نديروا البصله تطحر والفلفله والملح والابزار. من بعد ما تشحرات الفلفله والبصله دابا غادي نزيدو عليهم شويه ديال صلصه الطماطم او مطيشه محكوكه. دابا غادي نزيدو الثوم والبيض مسلوق صافي ونطفيو البوطه. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا قسمناها على جوج ودابا غادي نطلقوها بالدلاك. نجي الفيلمول بهذه الطريقه. دابا غادي نديرو فيه هنايا هذيك الحشوه اللي صايبنا اللي طيبنا، وعاوتاني نغطيوه بهذه العجينه الاخرى. ثلاثه. دابا من بعد ما عمرناها غادي نغطيوها على هذا الشكل وغادي نرجعو على هذا. نزوقتها بهذه الطريقه، درت ليها هنايا هاد الضفيره هذه، ودابا غادي ندوز غادي ندير ليها البيض، غادي ندهنها كلها بالبيض ومن بعد غادي نثقبها باش يخرج. دابا غادي ندخلوها للفرن باش طيب. من بعد ما نخرجوها غادي نشوفوا كيفاش خرج الشكل ديالها. هو الشكل ديال الفطيره ديالنا من بعد ما خرجت من الفران. نتمنى تجربوها وردوا عليا في التعاليق. ما تنساوش الاشتراك بالقناه ديالي. الى اللقاء.